السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة همسك بقى الدولاب، هديله مش عايزة اقول لكم يعني يا جماعة الدولاب مكركب خالص، المنظر مش هيبقى لطيف وشكل الدولاب هيبقى وحش قوي والهدوم منظرها مقرف قوي. بس معلش بقى انا قلت اعمل الفيديو الحلقه دي يعني علشان اللي مكسله تطبق الدولاب واللي مكسله تعمل اي حاجه يعني وقاعده بقى وتقول لك بكره وبعده هعمل ومش عارفه ايه. لا يلا بينا بقى نعمل الدولاب وننفضه كده ونعمله. هدوم الاطفال طبعا معروفه بتبقى مكركبه جامده وطبعا ما شاء الله بقى 4 عيال في دولاب. شوفوا بقى المنظر اللي مش هيعجبكم طبعا. ويلا بينا بقى كده نعمل الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. نطبق الدولاب بتاعنا ونشوفه بقى الاخر هيبقى منظره عامل ازاي. وبكده بصوا ادينا بقى بنطبق الهدوم اهيت، وفي كام هدوم ما كانش لها لازمه بطلعها على جنب. الهدوم اللي هي مش هنحتاجها يعني رودينا ما بتلبسهاش بقيت اطلعها على جنب. يا جماعه في موضوع بردك عايزين نتكلم فيه بردك، لان الموضوع ده بردك انتشر اليومين دول جامد قوي، حكايه الصحاب. دلوقتي ان احنا نصاحب حد او نصاحب تبقى صاحبة عمري، صاحبة كام سنة، صاحبة سنتين، صاحبة 3 سنين، وبعد ما صاحب الصحبة ديت يعني كتير قوي حكولي في الحكاية دي، بعد ما نصاحبه وتبقى صاحبة عمري ابص الاقيها خلاص اقل حاجة خانتني، اتكلمت في ظهري، مش عايزة اتعامل معاها تاني، خلاص زهقت منها وشفت صاحبة تاني. ليه بنعمله في نفسينا كده؟ وتدخليها بيتك وتعرفيها سرك وبتبقي معرفاها كل اسرارك وكل يعني يعني صاحبتي دي اللي حكيه لي يعني بتقولي لدرجة ان انا كنت ما اكل اللقمة ابعت لصاحبتي دي واديها منها. اصبح صاحبتها اللي انا بديها منها ابص الاقيها يعني هي بتقولي ابص الاقيها بتتكلم عليا، جايبه سيرتي في حاجه، حاقده، جوزي جاب لي حاجه. فانا بقول لها طب انتي دخلتيها مثلا بيتك ليه؟ يعني قالت لي انا حبيتها، دي صاحبتي انا حبيتها. فده انتشر اليومين دول يا جماعه الموضوع احنا يعني انا حاسه ان انا بكلم نفسي والله. يعني رد عليا في الكومنتات، هل الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ ان مثلا الواحده تدخل صاحبتها البيت وتعرفها سرها. ده في ناس لدرجه ان ممكن تصاحبها تدخل وتاخد جوزها منها، يعني تمشي مع جوزها تكلم جوزها الا من رحم ربي. فجماعه صاحبي وخليكي كويسه معاها وخليها كويسه معاكي، بس خليها بره بيتك، ما تدخليش حد بيتك، ما تدخليش. يعني مش الناس كلها وحشه ومش الناس كلها مش كويسه، بس يا جماعه في بيبقى داخل بيتك عينه على حاجتك، عينه على عيالك، عينه على جوزك، عينه على يعني الكلام احنا في الواقع وفي الحقيقه الكلام ده بيحصل بجد. احنا ربنا يرحمنا برحمته يا رب، وربنا يهدي كل من كان ويهدي نفوسنا اولا. وبصوا بقى الغسيل يا جماعه، منظر الغسيل مقرف جدا، مش عارفه ايه ما اعرفش بيكركبوا ليه الغسيل، ربنا يهديكوا يا عيالي يا رب. يعني انا متهيألي الدولاب كل اسبوعين بطبقه، يعني كل اسبوعين بحس ان انا بطبقه. هدوم الكبار على ساندي على رودينا كله متلخبط على كله. ادينا طبقنا الدولاب اهوت. نوعا ما انا بطبق على قدي يعني، بس اهو حبه روتين كده يعني ايه شجاعي. نظمت لكل واحد، انا كده كده عامله لكل واحد ظرفه لنفسه، حسن، حسين، ساندي، رودينا ما شاء الله يعني. ومسكت الاوضه فخلصتها كلها ومرضتش اعمل الاوضه معاكم، ومسكت الاوضه بقى سيقتها ونفضت وغيرت الملايات، فانا عاملاها معاكم قبل كده فقلت ايه بلاش ان انا المره دي اصورها لكم وانا بعملها. وبكده الاوضه بصي النظافه جميله يا جماعه، اما البيت يبقى رايق ونضيف كده بتبقى حاجه هدوء نفس جميل كده. قولوا لي في الكومنتات كده ايه رايكم في تطبيق الدولاب، وايه رايكم في النظافه بتاعه الاوضه. ويا جماعه انتوا ما عملتوش لايك ليه؟ اللي ما عملش لايك ينزل يعمل لايك ويشترك في القناه، خلينا نبقوا مع بعض كده عيله كده حلوه باذن الله، ونكبر كده مع بعضينا. بصوا انا هنا كنت بعمل بقى التاتش الاخير بعد الستاره وكده،
هتخش كده مفاجأة كده هتعجبني كده جميلة وهتبكيني والله يعني. انا عيد ميلادي 9/9، وانا كنت بصور ده يعتبر يوم عيد ميلادي. بص ابو حسن بقى لقيته داخل عليا بالهدية ديت. انا اول ما شفتها عرفت يعني ده برواز. انا برواز والدي اللي كان في الصالة، كنت حاطة الصورة ملزقة صورة على صورتي، كانتش عجباني بصراحة الصورة بتاعتي لما هو كان عاملها لي برضك. فراح جايب لي ديت. فيا رب كده تعجبكم زي ما هي عجبتني كده. وربنا يرحم كل من كان، يرحم والدي ويرحم موتى المسلمين أجمعين يا رب. بصوا يا جماعة المفاجأة، والله مفاجأة جميلة عجبتني والله، هدية جميلة. تسلم ايدك أبو حسن، وتعيش وتجيب وتعيش وتعمل لنا. هو عمل لنفسه وعمل لي دي بقى بتاعته هو، يعني دي صورته هو ووالدته الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مسواها الجنة اهيت. وكده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.